الفيديو ده علمك ازاي تعمل الحركة دي بجدر. أول حاجة تضغط على 2D scene وأسميه intro screen، وبعديها تضيف color rect وتسميه BG1، وتخلي الكالر عند الهكس وتكتب 316 عشان يطلع معاك اللون ده، وتخليها بحجم الشاشة دي كده، وتضيف تكتشر ريكت عشان تحط اللوجو وتسميه لوجو. وانا جايب صورة لوجو، هتحط اللوجو بتاعك عادي، اللوجو اهو، وتجيب ليبل عايز تكتب كلام وتسميه تكست تكتب فيه الكلام اللي انت عايزه. لو عايز تظبط الخط يعني وكده، تروح عند label settings، new label settings، عند الفونت. لو عندك خط هتشده وتحطه هنا وتخليه حجمه 50 أو الحجم اللي انت عايزه. تظبط الألوان اللي انت عايزها زي ما انت شايف. بعد ما خلصنا هتضيف color rect تاني وتسميه BG2 وتخليها سودة، تخليها بحجم الخلفية الأولى، وتضغط كنترول اس وتحفظ المشهد في السينز. بعديها تجيب انيميشن بلاير، تعمل انيميشن نيو وانترو ترسكور ان، وتخلي الاعدادات هنا 3 وهنا 1. يلا نبدأ الشغل. تروح عند البي جي 2 فيزيبيليتي موديولات، خليها كده، تروح لكده زي ما انت شايف الانيميشن ده الان. تروح تعمل نيو انيميشن انترو اوت، تخليها بنفس الاعدادات 3 و1، تخليها هنا شفافة تبقى سودة زي ما انت شايف. تعال نروح نعمل سكريبت، هتضيف السكريبت وتحفظه في ملف السكريبتس وتعمل كرييت. بعدها تكتب function underscore ready والانيميشن دوت بلاي intro in. بعدها await get underscore 3 دوت create timer، تخليها 5 ثواني وبعدها دوت تايم اوت. بعدها animation player دوت بلاي intro out. بعديها تضيف أوات تانية تنسخها وتخليها 3. ولو عايز تضيف بعد ما ينتهي المشهد ده مشهد تاني يطلع وراه، هتكتب get underscore 3 دوت change scene to file. ويلا نشوف النتيجة.